بتفتكر ان الاكل المعلب صحي لانه سهل وسريع؟ تعال اقول لك الحقيقه اللي هتخليكي تعيدي تفكيرك فورا. الاكل المعلب بيعيش شهور او سنين في علبه، لكن مش كل طويل عمر صحي. ليه بقى؟ لان ده مليان مواد حافظه، ملح، سكر زياده، زيوت مهدرجه. كل ده ممكن يأثر على قلبك، على ضغطك، على وزنك. كمان كتير جدا من الفيتامينات والمعادن بتروح اثناء التصنيع او التخزين، يعني جسمك مش بياخد اللي محتاجه. الاكل الفريش مليان فيتامينات ومعادن والياف طبيعيه، بيعزز الهضم والمناعه ويخلي جسمك صحي ونشيط. طبخ صحي بسيط، سلق، شوي او بالبخار بدون زيت، ده كله هيمنع الضرر وهيخليكي تحسي بفرق حقيقي. خليكي ذكيه واختاري الفريش على المعلب. تابعيني، انا دكتوره نانسي الفضالي، اخصائيه تغذيه علاجيه. كل يوم هقدم لك معلومه طبيه تغذويه موثوقه ليكي ولاسرتك. بتفتكر ان الاكل المعلب صحي لانه سهل وسريع؟ تعال اقول لك الحقيقه اللي هتخليكي تعيدي تفكيرك فورا. الاكل المعلب بيعيش شهور او سنين في علبه، لكن مش كل طويل عمر صحي. ليه بقى؟ لان ده مليان مواد حافظه، ملح، سكر زياده، زيوت مهدرجه. كل ده ممكن يأثر على قلبك، على ضغطك، على وزنك. كمان كتير جدا من الفيتامينات والمعادن بتروح اثناء التصنيع او التخزين، يعني جسمك مش بياخد اللي محتاجه. الاكل الفريش مليان فيتامينات ومعادن والياف طبيعيه، بيعزز الهضم والمناعه ويخلي جسمك صحي ونشيط. طبخ صحي بسيط، سلق، شوي او بالبخار بدون زيت، ده كله هيمنع الضرر وهيخليكي تحسي بفرق حقيقي. خليكي ذكيه واختاري الفريش على المعلب. تابعيني، انا دكتوره نانسي الفضالي، اخصائيه تغذيه علاجيه. كل يوم هقدم لك معلومه طبيه تغذويه موثوقه ليكي ولاسرتك.